السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لمتابعين قناة أبو البدرسات. النهاردة حضرات هنتعرف على القنوات المفتوحة والقنوات الناقلة لمباراة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد ما خروج مصر يا حضرات أمام الأرجنتين وفضيحة التحكيم يا حضرات اللي ظهرت. نقول حسبي الله ونعم الوكيل في الفيفا بالكامل علشان أقصت مصر يا حضرات وما خلتهاش صعدت إلى ربع النهائي. النهاردة هنتكلم عن القنوات الناقلة حضرات وموعد المباراة. هتكون إن شاء الله موعد المباراة حضرات هيكون بكرة إن شاء الله الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة. الساعة 11 بتوقيت القاهرة. القنوات الناقلة حضرات هنستعرض مع بعض القنوات اللي على النايل سات والقنوات المشفرة. القنوات المشفرة حضرات هتكون قناة بين سبورت ماكس 1 وقناة بين سبورت ماكس 2 وقناة بين سبورت 4K. والقناة حضرات اللي معانا هتكون القناة المغربية الرياضية على قمر بدر 26. وهيضيف لكم التردد مع بعض يا حضرات. التردد هيكون 11579 معدل ترميز 27500. الاستضافة يا حضرات هيكون افقي. في قناة حضرات على قمر نايل سات وهي القناة دي اللي ذاعت مباراة مصر والارجنتين امبارح، وده التردد بتاع حضرات هيكون 12245 معدل ترميز 27500. الاستضافة حضرات هيكون عمودي. القناة دي حضرات اثبتت لي ان هي ذاعت جميع مباراة منتخب مصر، وجابت جابت مباراة الجزائر والنمسا، وجابت المغرب حضرات والبرازيل لما تعادلوا 1-1. يعني القناة دي 80% حضرات ان شاء الله تذيع مباراة المغرب وفرنسا تكون بالمجانا. وفي قناة تانية حضرات قناة الجزائرية الرياضية. القناة دي بتعمل بالمالتي ستريم وبتعمل بالشفرة. هتوقف على القناة بالشكل ده، وده التردد بتاعها حضرات لو حد حابب يضيفها. دوس على زرار الصفر او الزيرو تفتح معاك الشفرة دي حضرات وتضيف 11 4 اصفار 11 8 اصفار. اخر حاجة تدوس اوكي او الزرار الازرق عملية الاوكي والقناة تفتح معاك بدون اي مشاكل. في طريقة اخرى للناس اللي ما عندهاش جي اكس او سان بلس المعالجات. بتروح المنيو، بتروح على حاجة اسمها الوسائط المتعددة، بتروح على حاجة اسمها بقعة، بتفتح معاك دي القناة يا حضرات او القنوات اللي شغالة عندي بشفرة البيس اهي. بتدوس على الاحمر اضافة وبتكتب البيانات دي البيانات يا حضرات لقناة الجزائرية الرياضية على قمر نايل سات اللي بتعمل بالمالتي ستريم. لا تنسى الاشتراك في القناة وريت تكتب لنا تعليق بتوقعك لمباراة فرنسا والمغرب ان شاء الله، والتوفيق للمنتخب المغربي يا حضرات. ان شاء الله ربنا يكرمه ما يحصلش فيه تحكيم زي اللي حصل لمباراة مصر، ويبقى فيه ظلم وفي انكسار وفي تدمير للعيبه وانذارات وما شابه من اللي شفناه في مباراه الارجنتين ومصر. يجري كلمه واحده حضرات اتمنى من الله تقولوها في التعليقات: حسبي الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.